دينا محمد عبد الباري محمد الشربيني ممثلة من أهم نجمات جيلها. مفيش مرة عملت دور الشخصية تتكره وما كرهتهاش، ولا في مرة عملت دور الشخصية تتحب وبرضه ما حبتهاش. تمثيلها حقيقي جدا وطبيعي جدا. بس يا ترى تعرفوا ايه عن بداياتها؟ والله لا احبك موت واحب برج الحوت. عظيم يا شريف، لو ما تفلت دلوقتي لا تجيب مكنه وتحلق زيت. انا قلت عليكي واطيه. في واحد بس اشتراها عشان يمسح بيها البلاط. ما اعرفش اساليه هو. اقدر اقول الحمد لله ان انا معظم الحاجات اللي كنت بحلم بيها حصلت. درست دينا الإعلام في جامعة 6 أكتوبر، وبعدها اشتغلت مذيعة في أشهر برنامج شبابي وقتها وهو برنامج شبابيك، وكان بيتعرض على قناة دريم. يعني حتى لو بيفتوا على بعض في حاجه، حتى لو حاجه صح هيفتوا ان دي غلط، خلاص هتبقى غلط. كانت مذيعة خفيفة لطيفة وعندها قبول كتير جدا والجمهور كان بيحبها. ثم عدى شوية وقت ودينا دخلت مجال التمثيل. انا من وانا صغيره هموت امثل. كنت بدخل، كان عندي مرايه كده في التواليت، ادخل الحمام واقفل عليها، هم يموتوا يعرفوا انا بعمل ايه كل ده. خليني بس في البدايه اقول لكم ان دينا الشربيني ممثله من اكتر ممثلات الموهوبات وما هياش محدوده. يعني ما بقتش نجمه صف اول من يوم وليله كده، لا دي جابتها من تحت قوي من بدايه مسلسل المواطن اكس سنه 2011، واللي كان بيحاكي وقتها ظروف ثوره يناير. وماله الفول يعني؟ كلنا في الحته بناكل فول. شايف ناقصه ايد ولا ناقصه رجل؟ ولا اروح اجيب لك سندوتش من ماك؟ كل يا استاذ وانت ساكت ماشي. ثم في مسلسل طرف ثالث 2012 مع عمرو يوسف ومحمود عبد المغني وامير قرار، حبها الجمهور وشاف قد ايه ان تمثيلها طبيعي وتلقائي. من الاخر كده حبوا طلتها على الشاشه، وابتدت تتوالى الادوار على دينا الشربيني. الجمهور بيحبها فاكيد المنتجين هيجيبوها، واثبتت نفسها اكتر واكتر في مسلسلات زي حكايات بنات، موجة حاره. ثم نيجي لسنه 2016 وتعمل دينا الشربيني دورها في مسلسل جراند اوتيل. الدور ده بالذات بقى حطها في حته تانية خالص. عملت دور شر وقلبت الدنيا وقتها، واثبتت انها ممثله قويه جدا وبكل جداره. سبق وقلت لي قبل كده ان انا لو اذيت امين انت هتاذيني. لو اي حد عرف الموضوع ده قبل ما امين يقوم على رجله، امين هيتاذي. ده غير باقي مسلسلات دينا زي خلصانه بالشياكه مع احمد مكي ومسلسل افراح القبه، ودي كلها كانت اعمال بطولات جماعيه. يعني دينا لو ما كانتش ممثله شاطره ما كانتش اثبتت نفسها، وكان كل النجوم دول غطوا عليها. وكل الشخصيات اللي لعبتها دينا في كل المسلسلات اللي حكيت لكم عنها فعلا ما تقدرش تتخيل اي حد تاني مكانها. يعني مثلا شخصيتها في مسلسل المواطن اكس لما كانت مساعده مكتب محمود عبد المغني، المساعده الرغايه الحشريه، ما تقدرش تشوف حد تاني غير دينا. طب تقدر تتخيل حد تاني مكانها في دور سلمى في مسلسل حكايات بنات؟ نفس الكلام مع سماح في مسلسل طرف ثالث. قول والنعمه الشريفه وحياه ما عندك ما هترجع في كلام. ايه يا بنت؟ هو مين بيرجع في كلام ولا ايه؟ ولا دور ورد في جراند اوتيل، ولا عليا في افراح القبه. وبعد كل الاعمال دي كانت لازم تيجي خطوه البطوله المطلقه، وكان اول بطوله المطلقه لدينا الشربيني مسلسل مليكه، اللي كان فكره مختلفه وقتها وحاجه كده شبه مسلسلات يوسف الشريف اللي تلففك حوالين نفسك. دينا الشربيني جات لها فرصه من دهب في المسلسل ده، بس هي مش فرصه بالفهلوه، هي فعلا تستحق الفرصه دي، برغم ان علاقتها السابقه بالفنان عمرو دياب اثرت عليها بالسلب جدا، وناس كتير كانوا متضايقين منها لمجرد انها مرتبطه بيه وكمان بيهاجموها. ده غير اللي قالوا عليها انها اتشهرت بسببه. بس طبعا كل ده كان كلام. دينا بدايتها زي ما حكيت لكم بالظبط، واحده واحده لحد ما اثبتت نفسها، وده كان قبل عمرو دياب بكتير. باختصار دينا الشربيني ما خدتش من علاقتها بعمرو دياب غير تنمر ومضايقات باستمرار. الناس تقريبا كانوا مستكترين عمرو دياب عليها، مع ان دينا زي القمر وممثله ناجحه وصغيره في السن. وحتى لو هنفترض يعني افتراضا انه ساعدها عشان تاخد الفرصه للبطوله المطلقه، فهي فعلا ممثله موهوبه وتستحق ده، فايه المشكله؟ وبعد كده عملت مسلسلات مع اشهر المخرجين زي لعبه النسيان وزي الشمس. انتوا مين؟ انت واختي الحامل من خطيبي. انتوا مين؟ انتوا دي كانت احنا، انا وانت. ثم نيجي لواحد من اهم اعمال دينا الشربيني وهو مسلسل كامل العدد، واللي هيتعرض منه رمضان الجاي الجزء الثالث. المسلسل ده نجاح دينا الشربيني فيه نجاح تأثيره مختلف. يعني نجاحها مش بس مرتبط انها غيرت جلدها ونجحت في الكوميدي، لا انا بشوف ان الناس طلعت من المسلسل ده حابين دينا الشربيني كإنسانة من كتر ما هي عملت الدور بتلقائية وحسوها هي نفس الشخصية، بتمثل بتلقائية غير عادية ومن غير اي مجهود. يا حسين تعالى كمل مذاكره لحسن وحياه ربنا لو اوريك شغلك. طب وريني. واتمنى من كل قلبي ان دينا تبني على نجاح المسلسل ده وخطواتها الجايه تكون محسوبه ومدروسه كويس، لانها حتى لو كانت مش محظوظه في تجارب كتير الا انها واحده من اهم نجمات جيلها. وخطوه احترمها لدينا جدا انها وافقت انها تعمل لكل الاطفال دي في مسلسل كامل العدد. يعني تعالوا نتخيل كده رد فعل الفنانات اللي من جيل دينا الشربيني لو قالوا لهم على دورهم في مسلسل كامل العدد.
ام ل8 اولاد، اكبرهم اطول منها واصغرهم بطل في الحكايه معاها. طبعا في نجمات كتير جدا من جيلها هيرفضوا، مستحيل هيوافقوا، بس الفنان الواعي الشاطر الواثق في نفسه وفي موهبته ما يفضلش طول عمره يلعب في المنطقه الامنه والمضمونه، وقبولها دور زي ده مغامره وشجاعه وذكاء كبير منها، ده غير انه تحدي كبير يليق بحجم موهبه زي دينا الشربيني. والحقيقه ان نجاحها في المسلسل ده بالذات هو رد اعتبار لكل اللي شكك في موهبتها قبل كده. دينا الشربيني ممثله طموحه وفعلا من اشهر ممثلات جيلها، ست لذيذه كده وعندها حضور وقبول رباني ما تعرفش جاي ازاي، زي ما بنقول قبول مش طبيعي. ده غير بقى ان عندها ميزه هايله جدا، ان شكل وش دينا الشربيني مألوف علينا، تحسها قريبتك بنت خالتك صاحبتك، ست جميله وصادقه، والصدق ده اللي محليها ومخليها فارقه عن كتير وبفارق كبير. وده نفس السبب اللي خلانا نقتنع انها ام لكل الاولاد دول، بصدق مشاعرها واحساسها الصح بدون افتعال او تمثيل. ست لا عندها الجان ولا بتشتبك مع حد ولا بتطلع تزعق للجمهور، في حالها وفنانه رايقه كده. والله انا شخصيا من معجبين دينا الشربيني من وقت ظهورها لحد ما بقت واحده من اشطر الممثلات. انا جايه عشان افاجئ جوزي حبيبي. ايه ده؟ انت مراته؟ بس ده عمر ابننا بقى. ولو هنتكلم شويه عن حياه دينا الشربيني الشخصيه، فهي واحده من الممثلات اللي بتعشق الصداقه وتقدسها، وبتعتبر ان اصحابها هم اهم حد في حياتها بعد اهلها، زي ما بيقولوا كده صحابها هم صناديق اسرارها. وحكت في اكتر من مقابله انها لو اتضايقت بتكلم اصحابها على طول، تعيط لهم وتحكي كل حاجه، وانها مش شخص كتوم اطلاقا. بس يا ترى مين هم صحابها القريبين واللي يعرفوا عنها كل حاجه فعلا؟ دينا عندها 3 اصحاب من الوسط الفني يعتبروا اخواتها، اول واحده ياسمين رئيس، وتاني واحده صبا مبارك، وتالت واحد عمرو يوسف. ودينا ما بتفوتش فرصه في اي برنامج غير ما تقول قد ايه ال3 دول اقرب ناس ليها. دي اختي يعني ياسمين، وقفت جنبي في حاجات كتيره وجميله، يعني انا بحبها جدا. انت بس تيجي تقول لي مالك كده اللي حصل وعيط بقى. انت من جوه طيب جدا، ممكن بكلمتين اطيب خاطرك. دايما جنبها في كل كبيره وصغيره في حياتها، وبنشوفها طبعا طول الوقت بتعمل تيك توك مع صبا مبارك، ودايما بتتصور مع ياسمين رئيس. اما عمرو يوسف فله نصيب من الجانب الكبير في الكلام في البرامج. انا وعمرو صحاب جدا، بعيدا حتى على المستوى الفني، يعني انا بتكلم على المستوى الشخصي. عمرو اخويا، ففي بينا كيمستري وبنرتاح قوي قوي في الشغل مع بعض. ولو تفتكروا لما توفت والدة دينا الشربيني، ياسمين رئيس كتبت عندها اتوفت والدة اختي دينا الشربيني. ولما بتطلع دينا في البرامج وبتتكلم عن عمرو يوسف بتقول ان عمرو يوسف مش مجرد صديق، هو اخويا. وطبعا علاقه دينا باهلها كانت زي قوه علاقتها بصحابها ويمكن اكتر بكتير، يعني اهلها كانوا هم اصحابها وبتحكي لهم كل حاجه، وعمرها ما فوتت فرصه عشان تقول قد ايه هي بتحب باباها ومامتها، وان اكتر حاجه كانت خايفه منها في الدنيا انها تفقد حد فيهم. وتعرضت دينا الشربيني لصدمه قويه جدا وقت وفاه والدها ووالدتها اللي توفوا ورا بعض بالظبط، يعني والدها توفى الاول وتعرضت للصدمه الكبيره، ثم بعده بكام شهر والدتها توفت. يعني انا بقعد اقول هم مسافرين بس بقولك لسه كنت بقول لمايا، بقول لها وانا هبدا استوعب ولا ايه. واختفت فتره عن الظهور الاعلامي، وكل اللي كانت بتعمله انها بتنزل ستوريز على انستجرام ندعي لهم. واول ظهور ليها بعد المحنه دي كان مع الاعلامي محمود سعد في برنامج سولد اوت، واتكلمت دينا عن المحنه وقالت ان ربنا لما بينزل البلاء بينزل معاه الصبر. انا لحد دلوقتي ببعت له فويس نوتس دي وانا طالعه، كان اول حد هوريه له انا لابسه ايه وهكلمه كده هو. ولما سالها محمود سعد عن موقفها من الجواز والامومه قالت كان نفسي يكون عندي 6 ولاد وممكن اتجوز واخلف عادي، بس فعلا الجواز نصيب مش كلام وخلاص، وفي ناس بتتجوز لمجرد الجواز، بس انا احساسي غير كده، وان الجواز ده حد اقدر اعيش معاه للابد ونعمل عيله واولاد. زمان كان نفسي يبقى عندي 6. 6 6 يا دينا؟ لا دلوقتي بس مش هلحق. ولما سألها عن أمنيتها في الحياة قالت نفسي أبني دار أيتام، عايزة يكون في حاجة موجودة لو أنا ما بقتش موجودة، ولو ربنا قدرني إن أعمل ده أكيد هعمله. وظهر تأثر على دينا وهي بتتكلم عن الأيتام، وكان باين فعلا إن الكلام طالع من قلبها، وإن قد إيه دي أمنيتها الكبيرة في الدنيا. ومن فترة كده كان انتشرت إشاعات إن دينا الشربيني مرتبطة بالإعلامي الإماراتي أنس بوخش، وأول مرة نشوف الجمهور فرحان ومتحمس كده وبيدعي إن الإشاعة دي تكون حقيقة، وكان نفسهم جدا إن أنس يكون فعلا مرتبط بدينا. فشوفنا فيديوهات كتير بقى، اللي يقول ده العوض الحقيقي، واللي يقول انهم لاقين على بعض، وكلها حاجات بتبين قد ايه الجمهور بيحب دينا الشربيني وبيتمنى لها الفرحه من قلبه. ثم بعدها تظهر دينا مع الاعلاميه لميس الحديدي وتنفي الاشاعه دي تماما، وتقول انها مرتبطه بواحد اسمه حسين عشان تتحطم املنا كلنا وما يكونش هو انس بوخش. هو شخص مصري خارج الوسط. اول حرف من اسمه حسين. ومن ساعه تصريحات ارتباطها دي واحنا مستنيين فرح دينا وحسين. واخر اعمال دينا الشربيني كان فيلم الهنا اللي انا فيه اللي عملته مع صديقتها وحبيبه قلبها ياسمين رئيس والنجم كريم محمود عبد العزيز. بتحبيني صح؟ ايوه طبعا، ودي فيها سؤال؟ انا عايزاكي تتجوزي جوزي،
جوزك اللي هو مين؟ احمد؟ الفيلم نجح وحقق ايرادات عاليه جدا. هو مصنف فيلم كوميدي، ودينا الشربيني بقالها فتره بتعمل مسلسل كامل العدد الكوميدي، وده طبعا بعد سلسله من المسلسلات اللي كان كلها عياط ونكد. برافو عليكي يا دينا، هو ده التغيير اللي كنا مستنيينه منك بصراحه. قولوا لي في الكومنتس ايه اكتر عمل بتحبوه لدينا الشربيني، وايه اكتر حاجه محمساكم لمسلسل كامل العدد الجزء الثالث.